مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة فرح. اليوم رح نعمل مع بعض طريقة كبيس اللفت والشمندر. بس بحب أذكركم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو. وهلأ خلينا نبلش. مثل ما شايفين عندي هلأ جات كبير من اللفت، وعندي كمان شمندر، ملح خشن، سكر، خل أبيض، وبنحتاج كمان لمراتبين. كيف ما كان الحجم ما بأثر. هلأ بدي بلش أنقع اللفت بالمي وبدي غسلهم كتير منيح. مثل ما شايفين هلأ بلشت بغسيل اللفت. بدي غسلهم منيح منيح لأنه مرات بيكون بقلبهم رمل أو وسخ بيكون من التراب، فأنا بدي غسلهم لينشال عنهم الميكروبات والجراثيم. وهيك خلصنا اللفت، وهلأ بدي غسل الشمندر. كمان بدي غسلهم حبة حبة لحتى ينشال عنهم الرمل. من بعد ما غسلت اللفت والشمندر هلأ بدي أقشرهم تقريباً. بدي حاول شيل منهم الأطراف من فوق ومن تحت. بدي أقطعهم لقطع صغيرة لحتى لما بدي أكبسهم يقدر يفوتوا بقلب المرتبان. كمان بدي أحطهم بقلب المي وهيك بيطلعوا نضاف أكتر. مثل ما شايفين أنا عم شيل من برا، عم شيل القشرة وعم أقطعهم لقطع متوسطة. تقريباً أنا عم بعملهم شرحات متوسطة وعم حطهم بقلب المي. بتمنى منكم انكم تجربوا هيدي الطريقة يلي أنا عم بعملها هلأ، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو. وهيك بعد ما قطعتهم لشرحات صغيرة هلأ هن منقوعين بالمي. بعد شوي كمان بدي أجيب مصفاية وبدي حاول صفيهم من المي وحطهم بقلب المصفاية. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو بتسموا هيدي الأكلة عندكم. أنا عنا بلبنان بنسميها اللفت. وهلأ من بعد ما صفينا اللفت بالمصفاية كمان بدي أجيب المراتبين وبدي أحط اللفت اللي أنا سويتهم بقلب المراتبين. فيكن انتوا تستعملوا مراتبين صغيرة كبيرة وسط حسب اللي انتوا عندكن إياه. ومثل ما شايفين أنا بلشت هلأ بالشمندر، عم أقطعهم دغري بحطهم فوق اللفت لأنه هو بيطلع لونه اللون الأحمر لبرا، فأنا عم حطهم دغري بقلب المرتبان لأنه هيدا دغري بيطبخ. كمان بدي أرجع أحط لفت فوقهم، يعني بعمل طريقة لفت وشمندر لفت وشمندر، بعمل كذا طبقة. من بعد ما عبيتهم بالمرتبين هلأ عم حط ملح خشن. كل مرتبان كبير بيحتاج لمعلقة ونص ملح خشن، وإذا كان عندكم مرتبان وسط أنا عم حط معلقة واحدة، وإذا كان في مرتبين صغيرة بحط نص معلقة ملح خشن.
وهلأ بدي بلش بالسكر. عم حط معلقة كبيرة للمربان الكبير ونص معلقة للمربان الوسط. ومن بعدها هلأ بدي بلش حط الخل. بجيب فنجان قهوة صغير، حط بقلبه فنجانين صغار للمربان الكبير خل أبيض. للمربان الوسط عم حط فنجان ونص خل أبيض. وهيك من بعد ما حطينا المقادير هلأ عم حط المي. أكيد بدي ملي المربان كله مي. هيدي الطريقة كتير كتير سهلة، أكيد فيكن تعملوها بالبيت، وبتمنى تكتبولي بالتعليقات إذا أنتو حبيتوا هيدي الطريقة. وهيك خلصت طريقتنا لليوم، وهلأ بدي سكر المربان. أكيد بضغطن كتير منيح. وبقلبن وبخضن منيح. تقريبا بدن 3 أيام لحتى تقدروا تاكلون. بخضن وبقلبن وبخليهم هيك لمدة 3 أيام وصحتين. بتمنى منكن ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطولي كتير لايكات على هيدا الفيديو. بتمنى كمان تعملوا شير لرفقاتكن لحتى يجربوا هيدا الطريقة. أنا بحبكن كتير كتير، وبشوفكن إن شاء الله بطبخات جديدة. باي باي.